اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. عسلامة، مرحبا بكم في نهار جديد برا جديدة. عصرة ليمون، مغرفة متاع ماكلة بركة، سكر، خلطوها بالكدا. غسلنا البرقدان متاعنا والليمون، ما بقى توا كان نبرشوه وباش نقشروه. نجمو نستعملو حتى هذه. نحاولوا كي نبرشوا كعبة البرقدانة ولا الليمونة ما نوصلوش للابيض، ونكملوا بالطريقة هذه. هذه الكمية اللي تحصلنا عليها، عملنا حاجة كيما هكايا، وخلطت معاها كمية من الفرينة وخبيناها في الكونجيلاتور في الفريزر، وقلنا نستحقوا لها باش نعمل بها كعكات بسكوي. المرة هذيا باش نعمل هنا مغرفة سكر هكايا، مغرفة وشوية، وناخذ الكمية هذيا ونحاولها نعجنها. نجمو تزيدوا في الحلاوة تقريبا نقولوا فنجان متاع سكر، اما انا حطيت هنا مغرفة وشوية. نخدموها بالباهي هكايا. القشرة هذيا نحيوها ونخليو كعبة الليمونة هكايا. بالطبيعة باش نقصوها ونتأكدوا كونو نحينا منها القلوب. القياس متاع كل ساشي باش نخبيوها هي كعبتين ليمون عليهم كعبة برقدان. الليمون بالطريقة هذيا، المهم نتأكدوا كونو القلوب نحيناهم. هنا قلنا كل كعبتين ليمون عليهم كعبة برقدان ومغرفة، يعني تقريبا مغرفة مبشور من هذايا. نحطوهم في ساشي ونكنجلوهم في صورة ما بقات كمية، نحطوها في حكة هكا ولا في ساشي خاصة بالكونجيلاتور، ونغطيوها ونلقاوها في دبارة. نلقاوها نفوحوا بها بسكوي، واحنا ما حطيناش فيها كمية متاع حلاوة برشا. هذيا نجمو نفوحوا بها حتى روز. اللي بقات لنا ناخذ ونعبيوها بالقشور. لهنا قد كمية الخل الابيض قدها ماء، يعني 300 ملي للزوز. المهم نغسلوه، نحط مغرفة ملح، نعملوها هكايا. هذيا نخليوها جمعة من زمان، حتى نجمو نخليوها حتى جمعتين ترتاح. من بعد نستعملوها باش نمسحوا بها شوية منها كمان، نمسحوا بها الدار، المهم مش رخام. ننظفوا بها ونمسحوا بها الرف نتاع الكوجينة. المهم نشفوا بالباهي بعد الاستعمال. نجمو زادا ناخذوا الكيس نقيسوا بيه السائل نتاع الصابون، نغسلوا بيه الحوايج في ماكينة الصابون، ونخليوها تدور في الماكينة هكاكا وحدها، ينحي الكالكير ويعطي حتى ريحة، يعني يقضي على الريحة اللي في الماكينة. ونجمو نشيحو كمية بطبيعة صغيرة نفوحوا به بسكوي متاعنا كعكاتنا، يعني عنده برشا طرق نجمو نستغلوه. في دبار اخرى وبسلامة. ولا المهم